وللحديث أكثر عن هالموضوع ومشاكل التدخين بشكل عام يسعدنا أن نستضيف عضو ومؤسس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ أنور برحمة. حياك الله وفيصل، منورنا في الاستديو. يا هلا مرحبتين فيكم في هذا الجو الطيب. برا غير، لكن داخل ما شاء الله جوكم وايد حلو يعني. أهم شيء داخل أجواءنا حلوة في هذا أهم السيان. شيء. أستاذ أنور، في بداية نبي نذكر بأضرار التدخين اللي كل المفروض يكون عارفها ومكتوبة على علب التدخين، لكن لابد أن احنا نذكر فيها. أول شيء حياكم الله ويا هلا مرحبتين فيكم في هذا البرنامج الطيب اللي يعني في الدقائق هذه على الأقل نتكلم عن مشكلة التدخين. إخواني اللي قاعد يدخن الحين قاعد يسمعني، يا ريت لو طفي السيجارة عشان بس على الأقل تسمعنا صح. هذا شيء، هذا واحد. الشيء الثاني طبعا أنا من صغري وأنا أكره التدخين، ما أحبه الأمانة يعني. الحمد لله. إذا أحد دخن يمي صوتي يروح، أحس إنه خلاص ما ينقطع يعني ما أقدر، صوتي يروح مرة واحدة. فشفت الجمعية صراحة من سنة 88 أنا فيها بالجمعية مكافحة التدخين مع الدكتور عبد الرحمن العوضي رحمة الله عليه، المحارب الأكبر لمكافحة التدخين، وهو اللي جذبنا في هذا المجال. بعدين طبعا كنت ماسك أنا مدير أبراج الكويت. من كثر ما أني أكره التدخين سويت سكشن، قسم كامل لغير المدخنين، حطيت لهم الجو الطيب اللي هو صوب إذا أنت رايحين أبراج الكويت، في قسم يكون على البحر بالليل مظلم صحيح، وفي قسم يكون على الكويت كلها تشوفه يعني. هذا حطيته حق الغير المدخنين، والمدخنين حطيتهم وين؟ صوب البحر بالليل ما يشوفون شيء. ما تحس في عنصرية شوي؟ مو عنصرية بس، لكن هذا ما دام يدخن قاعد ذاك الصوب المكان اللي فيه الحلو اللي هو الناس تشوفه، حطيتهم صوب اللي هو فالدكتور عبد الرحمن العوضي قال لي لا لازم تكون معانا، ودخلنا معاه في يعني مجال مكافحة التدخين، ومسكني لجنة مكافحة التدخين، وهذه هي من سنة يعني بالتسعينات واحنا معاهم. نعم. طبعا التدخين لازم نعرف احنا انه هو ما هو ضرر عليك انت بروحك، ضرر على الكل. يعني انت لما تكون قاعد في مكان مسكر، الضرر مو بس انت قاعد تاخذه مع المجموعة كلها. انت كل 4 سيجارات 5 سيجارات تشربها، اللي قاعد يمك يشرب سيجارة، هذه واحدة اللي هم يسمونه التدخين السلبي. الشيء الثاني انت قاعد تاخذ من السموم اللي هي فيها اكثر من 5000 6000 مادة في هذه السيجارة اللي طول الصبع قاعد تدخلها داخل جسمك. الشيء الثاني الرئتين. بعدين لازم نعرف احنا التدخين يعني من الفم إذا إلى أطراف أصابعك كل جسمك يتأثر فيه. تلاقي المدخن أصابعه بالطرف متفخة، أظافره سوداء، شفايفه سوداء، أسنانه ريحته يعني الريحة يعني بعض الساعات لا تقعد يم واحد الصبح يدخن تقول له صباح الخير. صباح الخير هاي صعبة بالنسبة له يعني المدخن. فيعني هذا اللي هي الأشياء اللي كل من يعرفها، لكن لازم نذكر فيها إن ترى التدخين مضر لك وللمجموعة اللي قاعد فيها أنت. أكيد طبعا. طيب دكتور، إذا بتكلمنا عن جهودكم أنتم كجمعية، شنو الجهود اللي قمتوا فيها بذلتوها خصوصا لمكافحة هذه العادة السيئة وهي عادة التدخين؟ الجهود كبيرة يعني سواء داخل الكويت أو برا الكويت. يعني احنا جهودنا من خلال أنا دخلت في الجمعية وياهم لليوم سويت تقريبا بحدود من 7 إلى 8 مؤتمرات ممتاز. من إقليمية ومحلية ودولية، وكلهم بمشاركة منظمة الصحة العالمية. هذا يبين لك أن منظمة الصحة العالمية تحط اعتبار جيد اللي هو دولة الكويت وجهودها في مكافحة التدخين. استقطبنا دكاترة عالميين، خبراء، نشيطين، نشطاء في اللي هو مكافحة التدخين داخل الكويت وخارج الكويت من خلال المؤتمرات. طبعا بالمؤتمرات يكون فيها البحث العلمي، نتكلم بآخر التطورات وآخر العلاجات وآخر ما توصل للعلم لمكافحة التدخين وعلاجاته. الشيء الثاني اللي نقوم فيه حنا اللي هو التعاون مع المؤسسات الكويت، سواء الحكومية الخاصة، المولات، المدارس الخاصة، المدارس الحكومية، الجامعات. سوينا استبيانات نشوف وين مشكلة التدخين سواء للطلبة، للجامعات، للمولات. هل القانون مطبق بعد ما تم تطبيقه؟ طبعا هو كان في عندنا قانونين عشان نعرف، قانون سنة 1995 رقم 15 على 1995، وهذا كان مبتور يعني
طلع القانون حط بالدرج ولا حد استخدمه، تطبق. بس اسم عندنا قانون. نعم. من 95 الى 2014 تبنى مجلس الامه مره ثانيه من خلال الهيئه العامه للبيئه، طلعوا قانون ثاني سموه قانون حمايه البيئه اللي هو رقمه 2014 على 42. هذا هو دخلوا قانون مكافحه التدخين داخل هذا القانون. ماده 38 منعت وحظرت التدخين داخل الاماكن العامه والاماكن المغلقه والوزارات والهيئات الحكوميه وغيرها، وحطوا غرامات ماليه على المدخن من خلال 50 دينار و100 دينار، وعلى المولات وعلى المؤسسات من 5000 الى وصلنا الى 200 الف دينار على اللي هم ما يلتزمون بهذا القانون. اليوم لما نتكلم بالتسعينات والثمانينات، اليوم في فرق كبير. اليوم ما في احد داخل قاعه مسكره يدخل لنا يخاف من العقوبه. اكيد. هذا اللي يقول لك يعني يخافون، على قول المثل المصري اللي الناس تخاف ما تختشيش، هذا احنا كذي الشكل. يخاف من لانه في عقوبه، يخاف لانه في غرامه، يخاف مو انه ما في بيدخن، لكن يخاف من العقوبه والغرامات. طبعا في الدول الاوروبيه اغلبها ترى ما ارتدعت بالقانون. يعني الحين لما تروح انت، ما نبي نسمي لكن ممكن تقول امريكا، استراليا، شو اسمه، هذيل الدول ذيلا كل ابوهم عشان تدخل لازم تطلع 10 امتار على الاقل بين المبنى صحيح. عشان تقدر تدخن. بالمول لازم تطلع برا عشان تدخن. اليوم بالكويت تمشي بالمول ما تلقى الا هذيل امهات الشباب اللي يحب يعاند طالع شلون يصيدوني لما يصيدوني، اللي هو يطلع السيجاره الالكترونيه يدخنها ولدها مره ثانيه، ما حد شافني، لكن تلاقي سحابه تطلع. اكيد. هذا الشباب اللي هو يجرب، تشوفني ولا ما تشوفني، تصيدني ولا ما تصيدني، لكن لما صاده يقول لك والله انا اسف. لكن الحين الغرامه لما يطبقها اللي هو الضابط القضائي سواء بالهيئه العامه للبيئه او شرطه البيئه، لما يخالفك القانون هذا يلزمك بانه يوقف كل معاملاتك لغايه ما تدفع الغرامه هذه. فالناس قامت تخاف، عشان شيء تلاقي بالمولات في الاماكن العامه، حتى لو انت بالعمل، انت الحين هني واحد دخن تقدر تدق على شرطه البيئه يجون هني يخالفونه. اليوم لما صار في شرطه البيئه الناس بدات تتعظ وتخاف من اللي هو القانون. يعني صراحة هذا من أجمل القوانين اللي طبقت في الفترة الأخيرة. أول شيء حفاظ على الصحة العامة، وثانيا بعد فرصة حق أي شخص ممكن يعني تعطيه مجال أنه يقلع عن التدخين تدريجيا. أستاذ أنور، إحنا لما نتكلم عن عيادات الإقلاع عن التدخين المتواجدة في بعض المراكز الصحية، هل في مثل ما يقولون توجه أنكم تزيدون هذه المراكز؟ هل في أشخاص أصلا قاعدين يزورونها يترددون عليها علشان فعلا يبتدون خطوة أولى في الإقلاع عن التدخين؟ شوفي العيادات، احنا عندنا في الجمعيه عندنا عياده موجوده، وكل يوم اربعاء موجود العياده. بالوزاره من خلال وزاره الصحه في عندهم اكثر من 15-16 اتوقع عياده موجوده على مستوى الكويت بالمحافظات السته اللي عندنا. نعم. هذا يعطي انطباع بان ترى التوجه جيد سواء من الدوله او من اللي هو القطاع الخاص. الدولة قاعد من خلال وزارة الصحة قاعد تعالج الناس بالمجان بعد العصر، اللي هو العيادات كلها مفتوحة، وتروح هناك تقعد يعالجونك، عندهم العلاج حسب مشكلتك. طبعا من خلال في أخصائي أول شيء يقعد معاك، الدكتور يشوف حالتك، في متابعة لمدة 6 شهور لمدة سنة كاملة، يتابع معاك الدكتور عشان يعرف هل أنت أقلعت ولا ما أقلعت. ممتاز الصراحة. هذا يعني فيها مجال انه شفتوا يعني في ناس تحسنت، في ناس بدات بالاقلاع ولا شو عيد مرة ثانية؟ يعني في ناس مثلا في زارت المراكز هذه وبدت علاجها وصدق بدت في الاقلاع عن التدخين وعدم التدخين سيئة. طبعا. وفي شيء ثاني بعد من خلال وزارة الصحة هم كذلك اللي هو من خلال المستوصفات. حتى حين اليوم طبيب العائلة يسألك أول ما تقعد معاه، يقعد تدخن ما تدخن، صحيح. ايش كثر تدخن. هذا ما كان كذي مفهوم قبل. قال عندنا قبل حتى الدكتور وانت قاعد معاه يدخن اصلا. يعني كان تذكرون قبل، ما ادري لحقتوا عليهم ولا ما لحقتوا عليهم، لكن بالافلام مسلسلات كذي. لا قبل عندنا حتى المستوصفات، قبل المستوصف تدش على الدكتور حاط السيجاره بدينه ويدخن. لان قبل ما كان في قانون، ما كان حد يقول لك قال لك من امره، قال من نهاني، لان ما حد كان يرد. اليوم لا، في قانون يمنع، في مخالفه، في جزاء، في غرامه. هني قاموا يخافون الناس. عشان كذي انشطت وزاره الصحه من خلال العيادات اللي سوتها، العيادات المجانيه، تعطي علاج تعالج بدون ما تاخذ منك اي دينار. ممتاز والله. طيب دكتور، اذا بنتكلم عن نوعا ما احنا دائما ما نسمع ونقرا ونشوف ان دائما التدخين وهذه العاده السيئه انها مسببه لامراض كثيره، منها طبعا امراض المسرطنه.
اذا بنتكلم على على انواع هذه الامراض المسرطنه او الامراض اللي حيل يصعب علاجها، ممكن تشرحها لنا؟ هو لما نتكلم عن امراض كثيره، يعني التدخين يعني اول مرض يسببه اللي هو السرطان، في اكثر من 25 مرض اللي هو لما نتكلم عن اجزاء الجسم كل هذه تتضرر من خلال التدخين، سواء اللثه، البلاعيم، الحنجره، الرئتين، المعد، كل هذه يعني تاثر، العين، الشم عندك يروح، التذوق يروح عندك، كل هذه اضرار من التدخين. الشيء الثاني اللي هو لما نيجي على السيجاره الالكترونيه، اليوم كل من يقول ان السيجاره الالكترونيه اخف من السيجاره التقليديه، وهذا كلام مو صحيح. اول مشكله في السيجاره الالكترونيه اللي هي تجيب الماء على الرئتين. الشيء الثاني يعني انا متاكد انه بعد سنوات راح تلاقي مثل ما ان التدخين التقليدي بعد 50 سنه يلا بدات تطلع الابحاث على اللي هو اضراره الصحيه والسرطانات وغيرها من الامراض اللي اكثر من 25 مرض تسببها اللي هي السيجاره التقليديه. اليوم نشوف احنا السيجاره اللي هي الكترونيه بانواعها، الفيب والسيجاره والشيشه الالكترونيه وغيرها، اللي الحين صارت الهبه عند الشباب، لانها صارت تنحط بالساعه، تنحط بالقلم، تنحط ما عاد لها هويه. قبل السيجاره تشوف الباكيت، اليوم السيجاره الالكترونيه ما لها هويه. الشاب ممكن بالمدرسه يحط له الساعه ويطلعها ويشرب السيجاره الالكترونيه ويردها مره ثانيه بالقلم، فالهويه انعدمت، لكن ضررها صار اكثر. علشان كذي اليوم سواء منظمه الصحه العالميه او حتى المنظمات العالميه بدات تتجه بان تكافح هذه المشكله اللي هي الناس مو حاسه فيها، لان تعتقد ان هي افضل علاج لها بديل عن التدخين التقليدي. علشان كذي احنا مثلا في اليوم عندنا اتحاد العربي لمكافحه التبغ، هذا جمع تقريبا اكثر من 12 دوله على مستوى الدول العربيه. انشانا هذا الاتحاد، وهذا الاتحاد يعني عنده نشاطات كثيره، سوى تقريبا اكثر من 4 مؤتمرات، كل اسبوعين تقريبا عنده اللي هو ورشه عمل من خلال الاونلاين مجانيه تعرض على بالهواتف باي مكان، وتشوف ناشط ولا متخصص يتكلم عن قضيه من القضايا الموجوده فيها. هذه ليش؟ لان اغلب الدول ومنظمه الصحه العالميه رأت بأن التدخين قاعد يستشره، الشركات قاعدة يعني تبذل كل جهدها علشان تعوض خسارة السيجارة التقليدية، لأن اليوم السيجارة التقليدية بدأوا الناس تكافحها. إذا واحد دخن من خلال ولعة ولا من خلال الولاعة ولا الشبريت يصيدونه يقضبونه، يصير عنده مخالفة، غرامة، غيره في كل مكان في العالم. اليوم السيجارة الإلكترونية صارت سهلة، عشان كذي منظمة الصحة العالمية مع أغلب الجهات والمنظمات العالمية بدأت تكافح وتدور شلون تقدر تقول حق الشاب الأضرار الصحية لهذه السيجارة واللي هو الإلكترونيات اللي اليوم منتشرة. نعم أستاذ أنور، خصوصا أن هذه السيجارة ما لها ريحة الدخان اللي قبل، يعني اليوم المراهق أو المراهقة في البيت بدون أي خوف يقدرون يشربونها، وعادي في أكثر من 5000 نكهاتها نكهات نعم متعددة. يعني هذا الشيء يحفزهم أنهم يشربونها بدون ما ينشكون، يعني هذا السبب الرئيسي. فنبي نتكلم شوية اليوم نصيحة حق هؤلاء المراهقين، يعني خصوصا عمر صغير، اليوم الكل ماسك هالفيب وماشي فيه وكأنها حلاوي، يعني مو كأنها كذي. فاليوم نبي نصيحة توجهها حق هذه الفئة عن أضرار الشيشة الإلكترونية. أنا أول شيء أقول يعني علشان تبدي بالنصيحة لازم تبدي بالبيت. نعم. لازم أول شيء الأب والأم، هل هو مدخن ولا غير مدخن؟ هذا واحد أساس. إذا صار الأب مدخن سهل إن عياله يدخنون. اليوم مو بس الأم والأب وهم المؤثرين ترى على عيالهم. اليوم معلش أنا قصدي أنا قاعد أبدي، أنا أقول الشيء الثاني، إذا الأم مدخنة وهي حامل قاعد تعطي ولدها، راح يكون من خلال دراسات أثبتت إن أغلب النساء المدخنات لما تجيب البيبي مالها سواء بنت أو ولد يكون سهل إنه هو يتعاطى اللي هو التدخين. هذا واحد، معناته أن البيت أساس. إني على الشيء الثاني اللي هو المدرسة. اليوم المدرسة قدوة، اليوم اللاعبين قدوة، الفنانين قدوة، حضراتكم قدوة حق الناس. ففي الشباب وايد يقتدون في الفلاشات اللي هو المتميز، فلما يشوف المتميز يدخن
الولد والبنت يتعلقون في مدرسهم لانهم شافوه يدخن، فيحبونه لانه هو بسيجارته. يحبون الاب لانه هو الاب بالنسبه لهم هو المثال الكبير اللي ما يغلط المفروض، فالسيجاره عنده معناه انه يشرب وهو معناته انه هو قاعد يسوي شيء صح. المدرس والمدرسه لما اليوم تقضب السيجاره تعطي رساله سيئه الى اليوم لما يكون ما في عندنا قانون يردع الشباب في المولات وفي الاماكن العامه بعدم التدخين، هذا كذلك من الاسباب. اليوم لما تقعد بديوانيه، انا سويت بحث قبل تقريبا بالكورونا على الجامعات الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه بالكويت. لقيت اغلب الشباب اللي اسالهم كل ابوهم يا يدخن يا يقعد بديوانيه يدخن. يقول والله ابوي ديوانيه، ابوي ديوانيه، اخوي، وهم يشربون سيجاره ولا اللي هو السيجاره الالكترونيه وانا قاعد اشمل. فاقصد كذلك سوينا بحث بالتسعينات، اخر التسعينات الالفينات، لقينا 50% من طلبه الطب جامعه الكويت يدخنون سنه 5 وسنه 7. هذا يبين لك ان المدخن يدور عذر، فلازم انت تشيل العذر. كله يقول لك والله انا عندي ضيجه، ابوي خانقني، تهاوشوا بالبيت، رفيجي ما ادري شنو صار فيه، عندي ضغوط. هو لا ضغوط ولا شيء، هو يطالع الافلام المصريه قبل اذا تهاوش البطل ويا البطله قاعد بالصاله وقام يشرب سيجاره عبالنا. هذا المثل قبل عندنا. اليوم هو يدور عذر علشان يمسك السيجاره، اي عذر إن كان. فاحنا لازم نعرف مقنع، سواء كان مقنع او غير مقنع، فهو بس يدخن، سواء كان مستانس مثل ما ذكرت تلقاه يدخن لانه مستانس، او حتى زعلان نفس الطريقه. علشان كذا يقول لك لازم البيت، المدرسه، الربع، لازم تعرف منو ربعك، منو ربع عيالك. ربع عيالك هم اساس بان يسحبونه صاحب ساحب. نعم. اليوم لما الولد ينسحب بمجموعه ما هي طيبه، نعم. متاكد 1000% راح ينسحب معاه. مهما تسوي انك انت تخليه ما يدخن، لكن ربعه لما يقعدون مجموعه، جرب يا معود، هاك زين السيجاره فيك، خايف من ابوك ولا خايف من امك، جربها ترى ما تسوي شيء. وخاصه مثل ما تفضلتي من شويه، اليوم في اكثر من 5000 نكهه. قبل تشمي ريحه السيجاره، اليوم تشمين فراوله، تفاح، ما ادري شنو. نعم. يعني فتضيع وما حد يقدر يميزها. السيجاره، نعم. ريحه السيجاره اللي قبل. صحيح. نعم استاذ انور، يعني صراحه معلومات مهمه، نتمنى ان الكل ياخذها بعين الاعتبار، يعني نتمنى تخف نسبه التدخين. كل الشكر على وجودك معنا اليوم. حياكم الله، واتمنى في هالدقائق البسيطه ان على الاقل الناس تسمع نصيحه طيبه منكم ومن الاخوان اللي موجودين، وحفظكم رب العالمين. نتمنى اكيد ان الكل اذا كان يدخن يبطل تدخين ان شاء الله. ذلك ايضا توجيه يكون توجيه قوي، تركيز اكثر على السن الشبابي او السن صح. المراهقه اللي دائما ما يتجهون لها التدخين. شكرا لك دكتور على حضورك معنا. يحفظك ربي. مشاهدينا الكرام، كان معنا عضو مؤسس الاتحاد العربي لمكافحه التبغ انور برحمه.